بعد ما شفنا الأحداث المريرة التي حدثت في شيبويا وسفك الدماء وإزهاق الكثير من الأرواح على يد سكونة في الموسم الثاني، تعالوا نشوفوا ايه اللي مستنينا في الموسم الثالث. بس قبل ما نبدأ اصحى وفوق للكلام وانزل حط اللايك والكومنت التمام، واستعدوا للقتال والإبداع، فهنا تبدأ أعظم الأحداث بلا انقطاع. بيبدأ الأنمي بعشيرة زينين وهم بيفكروا من سيصبح رئيس العشيرة القادم، وبنشوف الست دي وهنتعرف عليها بعدين، ومعاها شخص جديد مغرور وبيسألها وبيقول لها يعني ما هي اللي ماتت، فبترد عليه وتقول له في حاجات أهم تقلق بخصوصها زي رئيس العشيرة مثلا، وإن في الأصل ماكي هي اللي كانت هتموت. فبيقول لها ماكي فتاة جميلة ولكنها لا تدعم أي رجل وتستحق الموت. بيدخل على كبار عشيرة زينين اللي هم أوجي زينين وجينيتشي زينين، وبنعرف إن الواد الأصفر ده اسمه ناويا زينين مستعمل جيجيتسو من الدرجة الأولى الخاصة. بيقولوا له اتأخرت ليه يا فالح؟ فبيقول مش فارقة، لأن في كل الأحوال أنا من سيصبح رئيس العشيرة القادم شئتم أم أبيتم، وده بسبب إن إخواتي شوية أغبياء ملهمش قيمة. وبيقول لعمه حتى أنت أخوه الصغير ولكنك لم تتأثر بمرضه، وكده كده بناتك بره الحزب. وبيقول لجينيتشي شكلك يقطع الخميرة من البيض، وكان هيبقى أحسن بكتير لو كنت شبه توجي. وكان هيكمل اسطوانة الردح بتاعته، ولكن أوجي مسك السيف وقام عليه وكان هيطير راسه، ولكن ناويا مسك إيده بكل برود على آخر لحظة. وبنعرف إن والد ناويا هو رئيس العشيرة السابق. وفي تلك اللحظة بيدخل عليهم شخص عجوز قصير وبيبلغهم إن رئيس العشيرة مات منذ لحظات، وإنه سيقوم بقراءة الوصية التي أوصى بها رئيس العشيرة قبل وفاته، ومحتواها كالآتي. اسمع كده بقى: هيتم تعيين ناويا زينين رئيس العشيرة 27، وبالتالي كل الأصول بما فيها الأدوات الملعونة هتبقى تحت إيده، ولكن يجب موافقة أوجي زينين وجينيتشي زينين قبل استعمالها. الواد بيجز على أسنانه ومش عاجبه الكلام. طب خد التقيلة: وفي حالة موت جوجو ساتورو أو هبت منه سيتم تنفيذ العهد مع ميجومي، ألا وهو هينضم للعشيرة وسيعين رئيسا عليها، وبالتالي هتتنقل له كل الأصول. طبعا الواد الأصفر ده كبرياء اتجرح وما كانش مصدق اللي بيسمعه، وبيقول بقى حتة عيل عايزين يخلوه رئيس للعشيرة. وبيسأل طنط عن ميجومي وبتقول له إنه في طوكيو بيدور على وعاء سكونة، وقال لها قولي لكبار العشيرة إني رايحة أقتل وعاء سكونة، بما إن ميجومي مع إيتادوري فأنا هخلص على الاتنين. وبعد كده بنروح لإيتادوري وهو قاعد حزين وبيفتكر أحداث شيبويا المريرة. فتشوسو بيقول له ما تقلقش عليا وارجع لثانوية الجيجيتسو، ولكن إيتادوري بيقول له إنه عنده إحساس إن سكونة قوته ازدادت، خصوصا بعد ما أكل عدد كبير من الأصابع، وإنه ندمان لأن في ناس كتيرة اتقتلت بسببه. بيقول له انا خلصت على اخواتك، هو انت متقبل ده ازاي يا عم انت؟ فتشوسو بيقول له ده كان مجرد حادث ومسامحتك من عدمها مش هتغير حاجه. بعد كده الاتنين بينطلقوا في المدينه وبيحاولوا يخلصوا على اكبر عدد من اللعنات، وبنلاحظ ان ايتادوري انطلق مسرعا وخلفه عدد كبير من اللعنات عايزه تخلص عليه، وبيكسروا الجسر اللي ايتادوري كان بيجري عليه، وبينط مسافه كبيره وبيقتل احدى اللعنات الطائره. وفي نفس اللحظه في لعنه ضخمه بتمسكه وبتطير بيه، ولكن بيقتلها بايد واحده. بعد كده بيطلع يجري وكم مهول من اللعنات تقوم بمطاردته وتريد القضاء عليه. هم حالفين ولا ايه؟ ولكن الولد طلع نصح وكان عامل لهم فخ في النفق، وتشوسو كان لهم بالمرصاد وقام بقتل جميع اللعنات بتقنية نصل الدم. وفجأة بتظهر لعنة عملاقة خلف تشوسو حرفيا كانت هتبطط، ولكن إيتادوري بسرعة خلص عليها بإيد واحدة. وتشوسو بيقول في نفسه إن يوجي بقى عنده تحكم ثابت في طاقته الملعونة وقوته البدنية استثنائية. وفجأة بيظهر ناويا وبيسألهم عن مكان ميجومي، بيقول لهم انتوا بتعملوا ايه هنا؟ انتوا ليه مش بتحاولوا تهربوا حتى؟ ويتادورو بيقول له نهرب ليه يا عم انت؟ فبيعرفوا ان اتحكم عليه بالاعدام وانه فقد حماية جوجو. وتشوسو بيتعصب من اللي بيسمعه، ويتادورو بيفتكر كلام شخصي انه بسبب تأثير جوجو نجا عدد من مستعملين الجيجيتسو. وناويا بيقول له ان عايز ميجومي عشان يخلص عليه، ومش فارق معايا اذا كنت انت عايش ولا ميت، ولكن هكسر رجليك الاتنين حتى لا تحدث المزيد من الخراب في المدينة. وفي تلك اللحظة بيظهر ناويا بجانب إيتادورو ويقوم بضربه، وتشوسو بيفقد صوابه وبيهجم على ناويا، ولكن الآخر أمسك به وأوسعه ضربا مبرحا يمين وشمال ومخلاش في الولا حتة سليمة بيد واحدة وضربات متتالية. كم أنت مغرور! وإيتادوري بيقول إن الواد ده سريع بطريقة غريبة، وتشوسو بيقول له يمكن ده بسبب تقنيته. ناويا بيقول لهم ايه ده انتوا طلعتوا جامدين بقى، انا استخفيت بيكم ولا ايه؟ وفي وسط المفرمة دي فجأة حاجة غريبة بتحصل ويعم الصمت ويصدم الجميع بظهور جلاد إيتادوري يدعى أوكوتسو، وهو طالب في السنة الثانية ومستعمل جيجيتسو من الدرجة الخاصة زي جوجو ساتورو بالظبط. وتشوسو حاسس ان الشخص ده بيستهدف إيتادوري، وبينزل لهم على مبنى وبيدمروا، وبيسألهم علاقتهم ايه بإيتادوري. فناويا بيجيب ورا وبيقول له اهدى يا معلم انا في صف. وفي تلك اللحظة تشوسو بيقول لإيتادوري يلا يا صاحبي نخلع من هنا قبل ما الدنيا تتقلب فوق دماغنا.
وبيقول له الواد الاصفر ده سريع ومخادع، سيبهولي انا هعطل. وناويا بيطلب من اوكوتسو ان بعد ما يقتل ايتادوري يأجل الابلاغ لانه عايز يستخدمه كطعم للامساك بميجومي. وتشوسو بيقول لايتادوري انت هدفهم وانه لازم يهرب من اوكوتسو لانه قوي جدا زي جوجو ساتورو وانه ممكن يقتله. وفي اللحظه دي ناويا بينتابه القليل من الندم لانه جاب سيره ميجومي قدام اوكوتسو، واوكوتسو بيوافق على عرض ناويا، وايتادوري اخد ديله في اسنانه وطلع يجري، ولكن اوكوتسو كان سريع جدا ولحقه. نرجع لناويا وهو بيقول لتشوسو ان ده تلاعب بالدم مش كده، بس انا مش فاهم انت حصلت عليه ازاي، وان تقنيتك دي ما يتقلقش منها باستثناء الدم الساقط، وانت فاهم الباقي. كش مالك خلاص. ومن ناحية أخرى بنلاقي اوكوتسو مسك ايتادوري وعلى وشك إنه يخلص عليه، ولكن ايتادوري بيفلت منه على آخر لحظة وبيهجم على ايتادوري تاني بالسيف وعايز يقطعه، ولكن ايتادوري بيتفادى ضربات السيف المتتالية يمين وشمال وبيخرج بره المبنى خالص. وبيقول في نفسه حتى لو هو ما عندهوش قوة جسدية فهو عنده كمية هائلة من الطاقة الملعونة، وإن اوكوتسو بيعوض نقص القوة الجسدية بالطاقة الملعونة. واوكوتسو بينزل له بشياكة من على المبنى وبيقول له إنه عنده طاقة ملعونة أكتر من جوجو ساتورو، ولكن جوجو عنده العيون الستة ومش بيخسر أي طاقة لما بيستعمل تقنيته. وبعد كده بيهجم على ايتادوري بالسيف وكان هيقسمه نصين، وايتادوري بيفتكر كلام صديقه تودو، وبنعرف انه كلما كان مستعمل الجيجيتسو افضل زادت الصعوبة في قراءة طاقته الملعونة، وانه كوتسو طاقته الملعونة بتتصاعد من جسمه كله بما في ذلك السيف. وكوتسو بيوجه لكمة لوجه ايتادوري وفجأة بيخرج من جسده كوتسو الطاقة الملعونة وبتحيط بيه من كل الاتجاهات، وايتادوري نفس الشيء. وايتادوري بيفتكر نانامي وبيعتذر لأوكوتسو وبيقول له انه مش هينفع يموت دلوقتي. وكوتسو بيهجم على ايتادوري للمرة المليون وعمال يقطع في أي حاجة تيجي قدامه، وايتادوري بيجري وينط جوه عربية وبيلاقي سكينة، وبيفتكر كلام جوجو إن في ناس بتركز على استخدام السلاح ولكن ما ينفعش تعتمد على أداة ملعونة وتهمل التلاعب بالطاقة الملعونة. وايتادوري بيستخدم السكينة وبيصد بيها السيف، وكوتسو بيقول له أنت كل تركيزك يا صاحبي على السيف، وبيديله رجل في بطنه. وايتادوري بيقوم ويهجم على اوكوتسو وبتتكسر السكينة والسيف وبيتجرح في جنبه، وكوتسو بيقول له أنا كنت عارف إن الموضوع مش هيخلص معاك بالسهولة دي. وايتادوري بيهجم على اوكوتسو للمرة التانية، ولكن فجأة وفي تلك اللحظة بيظهر خلف ايتادوري مخلوق غريب وبيمسكه. ايتادوري مصدوم ومش فاهم حاجة والمخلوق بيكتفه، وبنعرف إنها تسمى ريكا. وكوتسو بيمسك سيفه المكسور ويقترب ببطء ويقوم بطعن ايتادوري في قلبه ويعتذر له. على ما تعتذر يا صديقي؟ لأنك قبلت بالظلم لإرضاء بعض العواجيز ألا وهم كبار السحرة. وإلى هنا ينتهي ملخصنا لهذا اليوم. الفيديو كان خفيف لطيف ولكن لسه في أسرار هتتكشف. يا ترى فعلا ايتادوري اتقتل بالسهولة دي؟ وإيه مصير الشخصية النرجسية ناويا؟ ويا ترى تشوسو هيعمل فيه إيه؟ انتظروا باقي الحلقات قريبا. والآن يا أصدقائي إلى اللقاء حاليا.